الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. معايا الاوراق جايه جاهزه من عند بتاع الفرارجي بتاع الفراخ. انا نقعاها في الخل والليمون والدقيق والملح، نقعاها بحوالي ساعه او اكتر. ومعايا بقى اللي هعمل التتبيله اللي هتبل بيها الاوراق اهي. احنا هنعملها حمام كذاب. معايا بصل وثوم وطماطم هفرمهم ونشوف هنعمل مع بعض ايه. فرمت الثوم والبصل والطماطم. معايا ملح وفلفل وبهارات ورشه حبهان. هخلط الحاجات دي على بعضها ونتبل بها الاوراق المجهزه للحمام الكذاب من بره ومن جوه. غسلت الاوراق كويس، هتبلها كويس من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، شايفين كل مكان. هتبلها كويس قوي قوي لحد ما اخلص اللي عندي. هنشوف هنحشيها ازاي. احنا هنحشيها النهارده الحشوه الفريك بالكبد والقوانص. احنا عملناها مع كده في الحمام الحقيقي، لكن النهارده ده حمام كذاب. نفس عايزين تشوفوا طريقتها، هي جاهزه معايا لان احنا عملناها مع بعض قبل كده. بننقع برضو الفريك حوالي نص ساعه. بنجيب البصله بنقطعها ونشوحها شويه، وبعدين بنحط الكبد والقوانص. طبعا بتبقى اللي هي بتاع الفراخ علشان ما تغيبش، وتشوحها تشويحه مع فلفل وبهارات ورشه جوز الطيب. وبنحط الفريك اللي هو منقوع نص ساعه ونشوحه كويس ونحط له كوبايه ميه ونسويه نص تسويه وبعدين نحشيه. هنشوف مع بعض لما نتبل هنحشي. الاوراق متبله دلوقتي هحشيها، ومعايا حشوه الفريك جاهزه. احط كده واحاول ادخل جوه هنا كده، شايفين؟ طبعا انا بقفلها اللي هي الخله. معايا خله بعد ما اخلصها واملاها كويس. طبعا انا بشتغل بايد واحده. انا هملى كويس خالص كده من جوه. اهم حاجه الحته اللي جوه دي هملاها كويس. طبعا بس ايه، بسيبها يعني مش مضغوطه قوي لان الحاجات دي نصف تسويه. وهحط في الجزء ده برضو اللي هو لسه ده هنا كده، وبعدين هقفلها. طبعا يعني ايه بقفلها؟ بجيب الجلد كده مع بعضه وامسكه بالخله واقفله من كل النواحي. طبعا الموضوع ده مش هينفع بايد واحده ابدا، فاقفلها ونشوف مع بعض. قفلتها من الظهر اهو، شايفين الوش كانها حمامه بالظبط. ادي راس الحمامه وادي جسمها. معايا كده حمامه، شايفين حمامه. هكمل الكميه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص حشينا الحمام الكذاب كده جاهز لاننا نسويه. هنشوف مع بعض تسويته ازاي ونحمره. هو كده جاهز خلاص. الحمام الكذاب معايا ميه بتغلي فيها حبهان، فيها فلفل، فيها قرفة عود، فيها بصل، فيها طماطم. هحط الحمام انا حاشيه كده، وهنشوف بقى نغطي عليه لحد ما يستوي، وبعدين هندخله الفرن. اسيبه يغلي كام غلوه كده من فوق وبعدين هدخله الفرن. الحمام استوى اهوت. حطيت له معلقه صلصه على معلقه عسل على ملح على فلفل بالمنظر ده كده، وهحطه تحت الشوايه ياخد لون. ما شاء الله سفرة جميلة. الحمام الكذاب مع السمبوسة مع رز بسمتي بالمكسرات، وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقة دي.